ازيكم عاملين ايه؟ خليك عارف ان انت طول ما انت بتصمم انت بتكون متحوط بافكارك انت بس، وبتدور دايما على حلول من وجهة نظرك انت بس. ده ليه؟ لانك حابس نفسك جوه عقلك ومنظوراتك انت، فانت بتكون محتاج تخرج شويه بره دماغك ومنظوراتك دي، وتبص شويه لمنظور المستخدم النهائي اللي انت بتصمم ليه. كمان انت بتبقى محتاج تخلي كل التيم اللي بتشتغل معاه يبقى فاهم المستخدم اللي انت بتصمم ليه المنتج ده. فانت عشان تعمل ده انت محتاج تعمل حاجه اسمها يوزر بيرسونا. خليك معايا لاخر الفيديو عشان تعرف ايه هي اليوزر بيرسونا وازاي بنقدر نعمل يوزر بيرسونا. خلينا ما نطولش ونبدا على طول. طيب احنا في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي بنقدر نعمل يوزر ريسيرش اللي هي ابحاث المستخدمين. في فيديو النهارده هنعرف ازاي بنقدر نعمل اليوزر بيرسونا اللي هي شخصيات المستخدمين، وازاي بنقدر ناخدها من الريسيرش اللي احنا عملناه. وخلينا دايما نحاول نتعلم ننطق كل المصطلحات اللي بنستخدمها زي ما هي بالظبط، لانك لما تشتغل هتحتاج تتعامل بالمصطلحات دي. طيب خلينا نعرف الكلام النظري بيقول ايه. الكلام النظري بيقول ان الشخصيات دي شخصيات خياليه بتخلينا نتعاطف اكتر مع المستخدمين، وبتخلينا نركز على الافراد بدل ما نركز على المجتمعات. كمان هي بتقدر تخليك تخلق فهم مشترك بين الجمهور المستهدف والمستخدمين. كمان تقدر تبين لاصحاب المشروع او المنتج اللي انت بتصممه الناس دي اهدافها ايه، عشان لما تبتدي تصمم المنتج يكون المستخدم النهائي هو محورك الاساسي في تصميمه، وتخلي دايما الناس اللي معاك دي تحط نفسها مكان المستخدم ده. طيب العملي بقى بيقول ايه؟ العملي بيقول ان احنا ما بنستهدفش مجموعات على بعضها. يعني ايه؟ يعني احنا ما بنستهدفش موظفين، ما بنستهدفش دكاتره، ما بنستهدفش مهندسين، ما بنستهدفش مرضى، ما بنستهدفش اي مجموعه على بعضها. احنا بنستهدف اشخاص او شخص واحد بس. ليه بنعمل كده؟ لان ده ما بيخليش رؤيتك واضحه، وبيخلي مجموعات الاشخاص دي مش حقيقيه. ليه؟ لان مفيش شخصيه واحده عارف اتعامل معاها او عارف اتعاطف معاها او عارف افهمها، وده لان كل شخص مختلف عن التاني، لان كل شخص ليه احتياجات واهتمامات خاصه بيه هو. فاحنا بنعمل اليوزر بيرسونا عشان حاجتين. اول حاجه ان احنا نعمل حاجه بسيطه جدا، الحاجه دي تقدر تخليني احط المستخدم النهائي بتاعي قدامي طول فتره التصميم. تاني حاجه ان احنا نقدر نبسط الارقام والتحليلات اللي بنطلعها من اليوزر ريسيرش على نفسنا وعلى بقيه الفريق اللي بيشتغل معانا. فاحنا من غير البيرسونا هنفضل مشتتين ومش فاهمين احنا بنصمم لمين، وهنا احنا هنفهم احنا ليه بنعمل يوزر بيرسونا مع شخص واحد بس. طيب خلينا نعرف ايه علاقه البيرسونا بالتعاطف. طيب احنا دماغنا متبرمجه على اننا نتعاطف مع افراد مش مجموعات، وده اللي بنسميه بالتحيز الشخصي. فانت لما تحس بمشكله فرد واحد هتقدر تتعاطف معاه وهتفكر في حل مشكلته افضل من انك تفكر في مجموعات من الافراد. تخيل اني جاي اقول لك انت عندك مجموعات من الاهداف عايزك توصل لها وتشتغل عليها كلها مره واحده. هل ده ابسط ليك، ولا لما يبقى عندك هدف واحد بس عايز تحققه وتفضل مركز عليه طول رحلتك؟ طبيعي جدا لو فكرت في مجموعه من الاهداف هتتشتت ومش هتبقى عارف تحقق ايه قبل ايه. لكن لما يكون عندك هدف واحد بس انت هتعمل كل اللي تقدر عليه عشان توصل للهدف ده، ودايما هتفضل حاطه قدام عينك ومركز عليه بشكل اساسي. فتخيل كده انك بتعمل شخصيه من خيالك مناسبه للابحاث اللي انت بتعملها. خلينا نفتكر المثال اللي احنا اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات واحنا بنعمل ابحاث المستخدمين. المثال ده كان عن ابلكيشن استثمار. فخلينا نقول ان احنا عملنا مقابلات مع المستخدمين وطلعنا تحليلات ونتائج، كان من ضمنها ان الفئه العمريه من 20 سنه ل 30 سنه، واحنا بنستهدف شباب لسه بادئين شغل او لسه بيبداوا مرحله جديده من حياتهم. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنعمل شخصيه من خيالنا ونسميها زي ما احنا عايزين. فمثلا احنا بنعمل يوزر بيرسونا لواحد اسمه كريم عنده 25 سنه وساكن في منطقه معينه احنا بنستهدفها. كمان احنا ممكن نكتب نبذه صغيره عنه عشان نعزز معلومات الشخص ده. فمثلا ممكن نقول ان كريم شخص لسه بيبدا حياته وعنده اهداف كتير عايز يحققها، من ضمنها اهداف الاستثمار، ومحتاج يشيل جزء من مرتبه عشان يقدر يستثمر فيه. اعتبر دي نبذه صغيره عنه. طيب كريم عشان يعمل الحاجات دي هو محتاج يبقى عنده اهداف وبيكون عنده مشاكل او بين بوينتس اللي هي نقاط الالم اللي بتقابله. هنبتدي نكتب الاهداف بتاعت اليوزر بيرسونا دي كلها. فمثلا هنقول ان هو عايز يشيل مبلغ كل شهر من مرتبه. كمان هو بيدور على وسيله عايز يستثمر فيها. كمان هنقول ان عايز وسيله يقدر يتابع منها حركه استثماراته. كمان هو عايز حاجه تخليه واثق ومطمن وهو بيعمل الاستثمار ده في ابلكيشن اونلاين. كل دي امثله ممكن تكون اهداف للشخص اللي احنا بنعمل له اليوزر بيرسونا دي. فتخيل كده بعد ما قلت لك حبه الاهداف دي وانت كتبتها قدامك، تاكد ان انت هتفضي دماغك خالص من كل الافكار اللي كانت موجوده عندك، وهتحط مكانها افكار الشخصيه اللي انت بتعملها، وهتفضل فاكر طول رحلتك اهداف الشخصيه اللي انت عملتها. مثلا انت هتفضل حاطط في دماغك دايما انك تخلي بالك انك ما تعملش حاجه في التصميم بتاعك يخلي المستخدم النهائي يبقى خايف او ما عندوش ثقه في المنتج بتاعك. بعد كده بنبتدي نكتب العوائق او بنكتب البين بوينتس اللي ممكن تقابل اليوزر بيرسونا دي. مثلا هنقول ان كريم مش لاقي وسيله موثوق فيها. مثلا كريم ما بيعرفش يحوش مبالغ كبيره عشان يقدر يستثمر فيها. مثلا محتاج يتاكد ان المشاريع اللي هيستثمر فيها فلوسه موجوده فعلا على ارض الواقع. طبعا في بيانات كتير ممكن تضاف وممكن ما تضافش بناء على الابحاث اللي انت بتكون عملتها في اليوزر ريسيرش. المقصود هنا ان المنتج بتاعك عشان ينجح لازم تتعاطف فيه مع المستخدم بتاعك. ومش بس كده، لازم كل اللي بيشتغلوا معاك في المشروع ده يكونوا فاهمين ده كويس، ولازم يكونوا شايفين نفس اللي انت شايفه، وده اللي انت بتقدر توصله عن طريق اليوزر بيرسونا. اعتقد
كده بعد قصه كريم انت عرفت مين كريم، وعرفت انت بتصمم المنتج او الابلكيشن بتاعك لمين. واي حد طبعا بيشتغل معاك هتقدر تقول له خد البيرسونا بتاعت كريم بص عليها، هيقدر يفهمها من اول مره ويفضل ماشي معاك على نفس الخط اللي انت ماشي عليه. هيقدر يراعي الجولز او الاهداف بتاعت اليوزر بيرسونا، وهيقدر يراعي البين بوينتس اللي هي نقاط الالم بتاعت اليوزر بيرسونا دي. فانت اعمل يوزر بيرسونا وخليها دايما قدامك طول فتره تصميمك، وخلي المستخدم النهائي هو محورك الاساسي طول رحله تصميمك. وشارك كل معلوماتك عن الشخصيه والابحاث اللي بتوصل ليها مع فريقك ومع مديرين المشروع ومع اصحاب الشركه او المسؤولين عن المنتج، واسمع منهم لان خبرتهم دايما بتكون قويه وهتفيدك بشكل كبير، وهيفتحوا لك افاق كبيره جدا للتفكير. المعلومات اللي هتاخدها منهم هتخلي تفكيرك يتغير بشكل كبير. اعتقد كده انت عرفت ايه هي اليوزر بيرسونا وازاي تقدر تعمل اليوزر بيرسونا. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال هستناك تكتب لي في الكومنتس تحت. سلام.